دي تالت مرة تسألي عليه من امبارح يا انتصار. اسفه يا ست فوزيه، بس انا كنت عايزاه يعني في كلمتين. ومالك يا اختي؟ مالك كده دبلانه وعينيكي متنفخه وتحتها سواد؟ في ايه مالك؟ قولي لي يا اختي. اصل يا ست فوزيه من ساعه ما اتفرجت عليه في التلفزيون ليله امبارح وانا ما جاليش نوم. يا حبيبتي، تأثرتي بكلامه انت كمان. يعني تأثرت لما اتكلم على الغلابه اللي زينا والناس اللي بتبيع نفسها. حسيت كده ان قلبي اتفطر نصين. يا اختي، امال انت كنت عايزاه في ايه؟ اصل بنت غلبانه كده صاحبتي يعني كانت عايزه تحكي له موضوعها، يعني يمكن يساعدها او يفهمها. مش ناوي تغير رأيك وتقعد تتغدى معانا برضه يا محفوظ؟ ألف شكر، ألف شكر. وكأنه عامر يا مدام زلطة. مدام ايه؟ مدام زلطة. هو مش اسم العيلة برضه زلطة يحيى؟ ايوه محفوظ. هو كده. ما هو يعني عادة المفروض يعني إن الست بعد ما بتتجوز اسمها بيبقى تبع جوزها، يعني زلطة. مش كل الستات ولا كل العائلات. أيوه صح. في عائلات طبعا هاي كلاس، في عائلات يعني معفرة ومطربة ما يبانش عليها النظافة ولا النعمة. بس أنا بقى لعلم حضرتك أنا ما أنكرتش أصلي، وعشان كده أنا يعني برد دعوتك الكريمة للمرة التانية، لأن أنا راجل يعني ماليش غير فلا في لحمة الراس، شوية فول كده بالسمنة البلدي، شوية حرافيش كده تقعد تاكل كده وتمصمص تهبر حتة لحمة، تحلي شوية برغيت ست بتاع. إنما موضوع بقى معلش يعني سوري يا يحيى، يعني سوري يا يحيى، يعني موضوع أكل زبادي بقى وسترونج تي وجلاطة مستوردة وبتاع ما ملناش فيه ده يعني. مش عيب ولا غلط ابدا ان الواحد ينضف ويطور نفسه للاحسن. ينضف ويطور نفسه للاحسن طبعا. وانت ولا على بالك. المهم الاحسن ده ما دام يبقى ايه وبيدفع قصاده ايه. انا عن نفسي انا راجل سافرت واتغربت واكتسبت مهارات كتيره، يعني بقيت اشوف كويس قوي، وحاسه السمع عندي تطورت بشكل غريب جدا يا يحيى. يعني بقيت ممكن اسمع دبة النملة من على بعد اي مسافة، تخيلي. يا محفوظ احنا امبارح. ولا يهمك يا ابويا، ولا يهمك يا اخويا. يلا عشان نلحق العيلة باب الخال. مش حضرتك هتشرفي معانا يا مدام؟ استنوني. استناكي في العربية. وصدقته يا كريم؟ ما كانش قدامي حل تاني يا فندم. اولا كلامه مقنع، ثانيا مفيش وجود للقنبله، ثالثا عينينا هتفضل عليه واي حركه مريبه هنتحرك فورا. ماشي. لما قلت له ان ظهوره الاعلامي هيبقى باوامر غير مباشره مننا، كان رد فعله ايه؟ في الحقيقه يا فندم هو ما قالش وما قالش لا. انت كمان هيركبك مراجيح. تقصد سعادتك انه لعب بيا؟ انا بعدت شاكر عنه لانه خلاص ما بقاش عارف ياخد منه حق ولا باطل. ما تخلينيش اشك في قدراتك انت كمان لو سمحت. انا هعمل اللي اقدر عليه، وانا اساسا ما بحبش المراجيح. محدش فينا بيحب ركوب المراجيح يا سي كريم. تاخدك لفوق وتنزلك لسابع ارض على الدور رقبتك، لكن من باب الاحتياط لازم نتدرب شويه على ركوب المراجيح لاننا معرضين ان احنا نركبها يعني. في الحقيقة أنا مش عارف أشكركم إزاي. لا بتقول ايه يا محفوظ؟ لا شكر على واجب يا اخي. طول عمرك أخلاق وبتفهم في الأصول يا أخويا، طول عمرك. ما تتفضل معانا أنت والمدام. لا معلش ميرسي، خليها فرصة تانية إن شاء الله. ليه بس فرصة تانية إيه؟ دول هيفرحوا بيكي قوي. اقنعها بقى يا يحيى، خليها تيجي. اقنعها يا عم. الدولة رجع من وقعت التلفزيون لحالة نوفل. الحمد لله على السلامة يا بطل.
الله يسلمك. عايش معانا وحاسب بمشاكلنا. النهارده اسعد يوم في حياتي يا دولي. صوره بقى للذكرى الخالده. صورة ايه؟ بس اتصورت معايا بالطقم ده قبل كده. طب اغير واجي بسرعه. طب اطلع انا بقى وتعالى لي فوق. تطلع فوق فين ده؟ انت لازم تطلع فوق بزفه. لفت مين يالا؟ واسم الله عليه، اسم الله عليه محفوظ. اسم الله عليه، 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 مين دول اللي هيفرحوا قوي؟ اخواتي يا شروت. اخوك رمزي اللي كل ما يشوفك يشحت منك فلوس، ولا اختك فوزيه اللي كل ما تشوفك تديك كلمتين في جنابك، ولا حامد بتاع الزاويه، ولا اولادهم؟ طبعا لازم يفرحوا بيك لما تجيلهم، بس ابقى اعمل مشوار ده لوحدك. بالنسبه لي انا اناف قوي كده. انا هطلع له وهاجي على طول. يا فيزا. اتفضل يا بيه. تسلم ايدك يا حاج علي. السلام عليكم. ربنا يخليك يا حاج، نخدمك في الافراح. الله الله متشكرين. ناولين لي الصباطه دي تحياتي كده. مش هعمل اروح ايه؟ سلام يا ابو نزل. يا سلام. والله بعقد الله انت كنت منور التلفزيون كانك خلقت لكي تظهر على الشاشه الفضيه. زيدي بعت ذمتك بصباطة موز، ها؟ وانت اللي كنت خايف من نزول الجامع. يا ابو نسب كل وقت وله اداه. انت دلوقتي على فكره ممكن تنزل تقوم من الناس والجامع بنفسك، يحق لك. انت اكثرنا علما. قصدك شهرة. هي الشهرة وحشة يا محفوظ ولا ايه؟ وحشه ازاي؟ ده ربنا لما بيحب حد بيحبب في خلقه. طبعا الشهرة نعمة، ويا سلام بقى لو ربنا كسبنا من وراها كده بقى فيلا زي اللي انت عايش فيها دي يا يحيى. يا ما شاء الله، حاجة ايه فيلا يحيى اللي بجد. ولا السرير اللي انا كنت نايم عليه امبارح ده، انت محشي ايه ده؟ محشي ايه؟ ما يغركش المنظر يا محفوظ. الفيلا دي بتاعت حماية الدكتور فكري، وانا حتة موظف عنده. اخص عليك يا يحيى، فاكرني انا بقر عليك؟ ربنا يزيدك من نعيمه واكل. تخافش على يحيى محفوظ، ما بيقعش الا واقف. الدور البايع اللي واقع من العاشر مش لاقي حد يستلقاه، وفي الاخر يتقال له في التلفزيون اخويا بيقول لي هات. خب واللي هات لا انا راسه بطحه. بطحة ايه؟ انا راسي سليمه اهو الحمد لله. يعني مش محتاج مساعده؟ لا ازاي بقى؟ ها ازاي؟ كلنا محتاجين مساعده، هو في حد مش محتاج مساعده يا خالد؟ ها؟ بس تعرف يا خالد، كلامك عن التعليم شرح قلبي، والله العظيم. بس انا هطلب منك طلب بقى، يعني يا ريت لو تقدر تعبر عن موقفنا نحن المعلمين البائسين في وسائل الاعلام كده، يعني يبقى كتر خيرك وعملت فينا جميله جليله جليله جليله. يلا بقى انا مش هعطلكم اكتر من كده، هلحق اقوم البس علشان الدروس الخصوصيه. يلا سلام. السلام عليكم. سلام عم خوجه. كده فعلا بقى الواحد يطمن على المستقبل. ما ده المدرس بقى بين محمد فين امال؟ دخل ينام من شويه، حبة عيني شكله خلصان. يا عيني، سهران وعرقان وتعبان طول الليل، صوابعه وتلاقيها بتوجعه عيني من الكتابه. وانت يا موزه؟ نعم. موزه، نعم. لقيت البنطلون؟ لا ما لقيتوش. هي كده، مش التدوير على البنطلون ده في منتهى الصعوبه. سأليني انا، يعني اي حاجه الا تدوير البنطلون. بنطلون ايه ده اللي تايه منك يا بنت؟ ده بنطلون كده يا ماما ضاع، بس يعني شكلي كده مش هلاقيه. لا ان شاء الله ما يكونش ضاع، هندور عليه وهنلاقيه، ما تخافيش. بالحق يا محفوظ. ايوه، انتصار جارتنا سألت عليك كتير قوي النهارده. لا محتاجه منه خدمه ولا حاجه. كل انت مزعج. سد حنكك، سده. انا هقوم اطلع السطح شويه احسن، حاسس ان نفسي مكروش. اطلع معاك يا محفوظ؟ لا لوحدي. احب انا لما اطلع السطوح اطلع لوحدي.